عايز تشتري بيت ومعكش فلوسه؟ لا، انا مش ببيع عقارات، ولو ان والله فلوسها حلوه. انا جاي اقول لك ان الامريكان كانوا زيك كده بالظبط. في 2008 الناس في امريكا كانوا عايزين يشتروا عقارات وما كانش معاهم فلوس، فكانوا بيروحوا للبنك علشان يقسط لهم، بس البنك ما كانش بيقسط لاي حد، اللي معاه يدفع وبس، واللي معهوش ما يلزموش. شركات التقسيط طبعا لقيتها فرصه كبيره، فراحت للناس اللي البنك مرضاش يديهم قروض عقاريه وقالوا لهم تعالوا اشتروا البيوت اللي انتوا عايزينها، والله يعني اللي عندهم بيوت احسن منكم في حاجه، بس احنا هنزود الفايده شويه. وبمرور الوقت الناس ما عرفتش تسدد والشركات سحبت منهم البيوت، فالبيوت بقت كتير والطلب عليها قليل، فالسعر قل جدا. فاكرين بقى الناس المحترمه اللي قسطوا البيوت من الاول؟ الناس دي هنفترض ان هم اشتروا البيت بمليون دولار، وبعد سنه سددوا 100,000، فباقي عليهم 900,000، في حين ان سعر البيت في الوقت ده بيساوي 700,000. فالناس دي قالت للبنك لا، خد البيت احسن يا عم الحاج وانا هشتري واحد جديد. فكله بقى عمال بيبيع والسوق انهار تماما، وطبعا الاقتصاد الامريكي دخل في ازمه، وبالتالي الاقتصاد العالمي كمان. بس مش ملاحظ حاجة غريبة؟ ده نفس اللي بتعمله شركات التقسيط دلوقتي بالظبط. أحب أطمنكم إننا في بداية الأزمة واللي جاي مش حلو.